سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه كيكه سهله بسيطه بمكونات متوفره في كل بيت، مع صوص كتجي معلكه زوينه بزاف. ما فيهاش بزاف ديال المقادير، كما قلت لكم جميع المقادير كتكون في الدار، فخليكم معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا المقادير اللي غنحتاجوها. اول حاجه في ليطاب الاولى غنصوبوا الصوص، وهذاك الصوص غناخذوا منه واحد المقدار، ومن بعد اللي غيبقى لينا من الصوص هو اللي غنصوبوا به الكيك. اول حاجه كنحتاجو كنجيبوا الخلاط ديالنا، كنحطوا فيه واحد كاس ديال السنيده عامر، كنزيدوا عليه كاس ديال الزيت، زيت المائده، وكنزيدوا عليه كذلك كاس ديال الحليب. هذا بالنسبه للصوص ديال الكيكه. وغنزيدوا عليه الحليب، وغنزيدوا عليه تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الكاكاو. الكاكاو ديال الحلوى، الكاكاو مر، ماشي نسكويك، لا، الكاكاو اللي كيكون عندنا ديال الحلوى مر. كنزيدوا تقريبا واحد 3 المعالق كبار صافي. وهاد العناصر كلها كنديرها في الخلاط، كنضربها مزيان حتى كيذوب لينا داك السكر مع الصوص ديالنا، وكنتحصلوا على واحد الصوص اللي تيكون عاقد شويه. المهم هنا جبت الطحانه ديالي، غادي نحاول نطحنو مزيان تا كيولي عندنا واحد الصوص. من بعد ما سالينا الصوص ديال الشوكولا وجد عندنا، هذا هو القوام ديالو. كيجي القوام ديالو تقريبا بحال دانون ديال دانيت، بحال هكاك. المهم غنجيب واحد الكاس، غنحاول ندير فيه واحد الكميه ديال كاس ما عامرش، يعني تقريبا واحد يعني فايت النص بشويه، ما عمرش الكاس، فايت نص كاس بشويه. غادي نحط فيه الصوص ديالي وغنخليه على جنب حتى غادي نوجدوا الكيكه ديالنا وغطيب لينا، عاد غادي نزينوا بها الكيك ديالنا. والبقيه ديال الصوص غادي نزيدوا عليها باقي المقادير ديالنا صافي، وغادي نوجدوا الكيكه ديالنا. هذه هي الكميه اللي غادي نحتاج ديال الصوص ديال الشوكولا صافي. في هذه الاثناء غادي نجيب البيض ديالي. تقريبا البيض كنحتاجو واحد 2 بيضات كبار، الا كان عندكم البيض صغير ديروا 3 البيضات، المهم 2 بيضات كبار. كنزيدوا عليهم واحد معلقه صغيره ديال الفانيلا او ساشيه ديال الفاني صافي. وغادي نخلطوا، غنزيد واحد رشيشه ديال الملحه باش نوازنوا النكهات صافي. وغادي نخلطوا هاد العناصر كلها مزيان، غنديروها في الخلاط وغنضربوها مزيان حتى كيطلع عندنا سميتو ديالنا الكيك البيض ديالنا تيضاعف الحجم ديالو صافي. ومن بعد غادي نزيدوا المواد الجافه اللي هي الدقيق والبيكين باودر او الخميره ديال الحلوى. غادي نحاول نخدمو مزيان. حنا كنخلطوا، وكل مره كننزلوا الخليط اللي تيكون في الجوانب باش يتمازج عندنا الخليط كامل صافي. هنا غنجيب واحد البول، غادي نحط فيها الخليط ديالي ديال الكيك، وغادي نزيد عليها المواد الجافه اللي هي عباره على 2 كيسان ديال الدقيق، غادي نخلوهم مزيان. ومن بعد غنزيدوا عليهم 2 معالق ديال البيكين باودر اللي ما يعادل 2 خمارات ديال الحلوى.
هنا حطيت الصوص ديالي. غنزيد هنا عليها 2 كيسان ديال الدقيق، 2 كيسان عامرين. هذا الكاس الاول، والكاس الثاني تقريبا غادي ندير منه النص وغنخلي النص حتى غنشوف الكيك ديالي واش غادي مازال غيحتاج دقيق ولا لا. هنا غنزيد الكاس الثاني وغنضيف كذلك 2 خمارات ديال الحلوى، ما يعادل 2 معالق صغار ديال البيكين باودر. صافي غنخلو هاد العناصر كلها مزيان. عندي هنا 2 معالق ما يعادل 2 خمارات ديال الحلوى. صافي غنخلو هاد العناصر كلها مزيان. صافي وغادي نحاولوا نخلطوا الكيك ديالنا. هنا الباقي اللي عندي ديال الكريكبات اللي باقي في الصفايه غادي نضيفو، وغادي نضيف هذاك الربع ديال الكاس ديال الدقيق اللي باقي ليا حتى هو غنضيفو. صافي وغنخلط الكيك ديالي حتى كيتمازج لينا الدقيق مع باقي الخليط. صافي ومن بعد كنكونوا حاطين الفران شاعلينو على درجه 180 درجه. كنجيبوا المول اللي غادي نستخدمو كندهنوه بالزبده. صافي وكنحطوا فيه الخليط ديال الكيك ديالنا وكندخلوه للفران. صافي هنايا انا جبت المول ديالي اللي دهنته بالزبده ودرت في القاع ديالو بابي كويسون. هذا هو خليط الكيك ديالي كيكون على هذا الشكل هذا. صافي دابا كنحطوه في المول ديالنا وكندخلو كما قلت لكم الفران على درجه حراره 180 تقريبا. تاخذ واحد من 25 حتى ل 30 دقيقه في الفران، كل واحد على حسب الفران ديالو. هنا مني وجدت عندي الكيك ديالي انا غنطلعها من الفران. كتجي ما شاء الله زوينه وطالعه كما كتشوفوا. كنخليها كتدفى لينا غير شويه، غير كتدفى، ما كتكونش سخونه بزاف، كتدفى. صافي وكنحطوا عليها الصوص ديالنا اللي كنا صوبنا في الاول ديال الفيديو. صافي كنحاول نوزع الصوص عليها كامله وهي دافيه باش كتشرب لينا داك الصوص. من بعد ما وزعت الصوص ديالي كامل على الكيك ديالي، صافي هنايا غادي نحاول نديمو ليها من المول. غنحطها في طبق التقديم باش نزينها. تزيين طبعا تبقى اختياري، كل واحد وكيفاش كيبغي يزين الكيك ديالو. ممكن لوز مهرمش، ممكن لوز ايفيلي، ممكن الفيرميسيل، ممكن البيستاج. مهم كل واحد واللي متوفر عنده. انا كان متوفر عندي بيستاج مهرمش. غادي نحاول نزين الكيك ديالي. انا هنا غادي نديمو ليها نحطها في طبق التقديم وغادي نحاول نقطعها ونزينها بالبيستاش مهرمش.
من بعد ما قطعت الكيكه قطعتها قطع متساويه. هنا حاولت كنزينها بالبيستاج مهرمش كما قلت لكم، التزيين تبقى اختياري. كنتمنى كيكه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، صراحه كتجي غزاله ومعلكه. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الا جربتوا الكيكه وعجباتكم، قولوا لي الراي ديالكم. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونشوفكم ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله. مع السلامه.